السلام عليكم زينات التابعين، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحيحتكم. اهنا البنات اليوم كاين ماتش تاع كره. لالجيري غادي تلعب وتحيه بلادي و 1 2 3 فيفا لالجيري. اهنا درت لهم طلبوا مني اني ندير لهم سوفلي. هاد الوصفه ديجا كنت شاركتها معكم قبل وراني عاودتها معكم اليوم، ان شاء الله تعجب. وفي هاد البرد مع الدراري يتقلشوا ما يليق غير حاجه كيما هكا. اهنا في اغيسيبيو درت 4 كيسان معمرين مليح تاع فرينه الكاس تاع ام وليد، نزيد عليه معلقه ونص تاع خماره تاع العجين. راه البرد في ايامات الصيف نديرو غير معلقه تاع خماره تاع العجين. زدت عليهم معلقه كبيره تاع السكر ونخلطوا النواشف ونضيف لهم معلقه صغيره نتاع ملح. نضيف نص كاس تاع زيت نباتيه، تقدروا تخلطوا ما بين زيت نباتيه وزيت زيتون. نبسسهم غايه الغايه كما راكم تشوفوا معايا. وانتي اختي الكريمه نوصيك ونقول لك ما تنسايليش هذاك الجام وهذاك التعليق تاعك الشباب. يعني الوصفه تاع اليوم ان شاء الله راح تكون برعايه الماتش، ان شاء الله يا ربي ادعيو كامل يا ربي تربح بلادنا ونتاهلوا ان شاء الله باذنه. هنا كما شفتوا راني نجمع بالماء دافي حتى نتحصل على عجينه اللي تكون ماشي طريه بزاف وما تكونش قاصحه بزاف. شوفوا راني ندير الماء غير قطره بقطره، ما نديروش دفعه واحده بالاخص في الاخير. في الاول ديروا شويه الماء بزياده بصح من بعدها ولو تزيدوا قطره بقطره. شوفوا البنات ها، حتى نتحصل على عجينه اللي تكون ما هي طريه ما هي جاريه بزاف ما هي قاصحه. هنا هذا هو القوام تاعهم المطلوب. وصدقوني هاد العجينه تجي اكثر من رائعه. يعني هنايا قلت لكم راني ركزت لكم على العجينه. الحشو دوك نقول لكم واش درت فيها بصح تقعد اختياري وعلى حسب الموجود عندكم. هنا حطيتها فوق البوطاجي تاعي وراني ندلك فيها شويه، يعني حوالي 5 دقائق 6 على حسب ما تقدري وعلى حسب العجينه نتاعك. كي ترطب حبسي لها دليك. هنا بعد ما ندلكها نعاود نردها في الباسينه تاعي ونخليها تريح لي. لا كنتي مقلقه خليها تريح حوالي 10 دقائق في بلاصه دافيه، وإلا كان عندك الوقت خليها تريح اطول مده حتى تشوفيها خمرت وولي عاودي لها الخموره تاعها. انا هنايا بعد ما ريحت لي دوك نولي نعاود لها شويه الخموره ونخليها تخمر للمره الثانيه حتى تضاعف لي الحجم نتاعها. بالنسبه للحشو تاعي درت حبه تاع بصل قطعتها، يعني تقعد لكم نتيا والموجود عندك. حبه تاع بصل قطعيها وخليها تتقلى في 3 معالق تاع زيت. زيدي لها 2 جويه تاع فلفل، تقدري ديري حتى ل3 ونقليوهم غايه الغايه. نزيدوا لهم التوابل اللي هو فلفل اسود، زنجبيل، كركم، توابل الدجاج. يعني تقعد لكم التوابل البنات، راني قلت لكم انا واش درت بصح تقعد لكم التوابل على حسب نتوما واش تفضلوا في التوابل تاعكم والمذاق تاعكم. نزيد لها في الاخير حوالي 25 الف تاع كفته، انا درت على حسابي وانتم ديروا على حساب العائله تاعكم. 25 الف تاع كفته حتى هي نقليها غايه الغايه ونخليها. اللي تبغي لاصوص طوماط تزيد لها في الاخير كي تقلى لها الكفته، تزيد لها حوالي 2 حبات تاع طوماطيش وتربيهم وتخليهم يتقلاو معها غايه الغايه. ضروري انه الطوماطيش كي نضيفوها ماشي غير تضحكي عليها، تخليها تغلي لك غلوه ولا زوج وتطفي النار. لا الطوماطيش خصنا طيب لنا غايه الغايه. وكي نضيفو الطوماطيش نديرو واحد شويه تاع السكر باش نقصو من الحموضه. انا فضلتها بلا لاصوص، خليتها كيما هكاك تجيني بنينه احسن، وبغيت نستبن هذيك البنه تاع الكفته وحدها. واللي ما عندهاش كامل فيونداشي عادي ديري البصله تاعك قطعيها وقليها غايه الغايه وضيفي عليها لاصوص طوماط وخليها تطيب على خاطرها. ضروري انه البصله تاعنا تتقلى ولاصوص تاعنا طيب دوك تيا واللي كان موجود عندك. الحشو نتاعي راه على جهه خليته يبرد. بالنسبه بعد ما خمرت لي العجينه نتاعي قصيتها ديبول كما شفتوا معايا كما هكاك. يعني تجيك روعه البنات وتخرج لك كميه العجينه لا باس بها. يعني ضربي حسابك انه الفيوندا عفوا الحشو ضعفوا المقادير اللي على اللي عطيت لكم انايا باش تعطيكم كميه كبيره. يعني ديروا كميه لا باس بها. حتى لا قعد لكم الحشو ما كاش مشكل تعاودي ديريه في بواطه دسيه في الكونجيلاتور وقت الحاجه تجبديه. هنا بعد ما قطعتهم هكاك ديبول مباشره ولينا نخدم فيهم. نمشي للحبه الاولى اللي قطعتها ونبدي بها. نرش شويه تاع فرينه فوق البوطاجي تاعي نحلها بهذا الشكل كما راكم تشوفوا معايا ونحشي. لانه الحبات البنات يجوا كبار علاش قلت لكم كثروا الحشو نتاعنا.
والحبات نتاع العجينه تاعنا قطعوهم صغار، يعني غير قد الحبه تاع البيض، ما تقطعوهمش كبار بزاف، لاخاطش لو كان تكبروا في لابول تاعكم تجيكم الحبه كبيره بزاف. هنا درت الحشو تاعي. ديروا الفرماج البنات، شحال ما كثرتوا الفرماج، ما نكذبوش على رواحنا، الفرماج يبنن، شحال ما كثرتوا الفرماج شحال ما تجيكم بنينه ومعلكه. هنا نبلعها بهذه الطريقه، شوفوا كيفاش نبلعها. وكي تكونوا تاكلوا فيهم ما تنساوش اختكم بالجامات تاعكم وبالتعليقات تاعكم، لانه تشجعوني يعني نشوف فيكم راكم والو. التعليقات ما راكوش تعلقوا البنات، فضلا وليس امرا. التعليقات يعاونوني باش انايا نتشجع، ولي جام يعاونوني باش الفيديو يطلع لي. ربي يجازيكم كل خير. هنا بعد ما بلعتها كيما هكا ما تكثروش فيها عاود الحشو بزاف حتى تطردقوها، راني نعمر دروك بالحبه بالحبه ونحطهم في صينيه، يا اما يكون فيها بابي كويسون يا اما تكون مرشوشه غاية الغاية بالفرينة ولا مدهونة بشوية تاع الزبدة، وعفوا شوية تاع الزيت. ودايما كنحطوهم فوق الصينيه، يعني نحطوهم على الجهه اللي تكون مبلعه، يعني هذه اللي احنا نبلعوا فيها دروك هي اللي نحطوها على الصينيه تاعنا باش ما ينحلولناش من بعدها. المهم البنات من بعد ما نكمل الحبات تاوعي كامل مباشره نجيب صفار بيضه نطربها غايه الغايه. تقدري الا ما تقديش ريحه البيض ضيفي لها معلقه تاع قهوه اللي تكوني مطيبتها عادي في الدار، دهنيها بهم، رشيها بشويه تاع سانوج ولا اي زرارع تفضليهم نتيا. الكوشه نتاعنا نكونوا شاعرينها من قبل من الوقت وتكون سخونه. هاد المعجنات كيما هكا والمخبوزات يطيبوا في النار اللي تكون الكوشه تاعها تكون سخونه. نسخنوا الكوشه تاعنا غايه الغايه قبل بوقت، ندخلوا الصينيه نتاعنا نديروها في الرف الوسطاني، نطفوا عليها من الفوق باش ما تشمتناش وتلتهفنا وطيب لنا قبل الوقت. نخلوه غير التحتاني اللي نخلوه شاعل. كي نشوفوها طلعت لنا وطابت وحمارت دات لون من التحت نزيدو نشعلوا عليها من الفوق. النار تكون قليله لانه كي نكونوا مسخنين وفاتت فينا سخنا الكوشه يعني خفت ولي طيب لنا. كي تشعلوا عليها من الفوق حضيوها باش ما تنحرق لكمش، وهذه هي النتيجه. شوفوا يجوا خاويين من التحت. رقوا العجينه تاعكم باش ما يجيكمش منفوخين. حنا نحوسوا غير واحد كما نقولوا الطبقه تاع العجين اللي تكون خفيفه ورقيقه، وراكم تشوفوا فيها كيفاش راها جايه تهبل البنات، يعني بلا ما نشكرها لكم راها الصوره تهدر على روحها. شوفوا يجوا خاويين، هذاك الحشو يجي شباب، سيرتو اللي ما يبغوش لاصوص ولا عندهم الحرقه تاع المعده وكلش، هذا الحشو يساعدهم بزاف بزاف. اذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش لاختكم جام واللي ماشي مشتركه تشترك في القناه باش يوصلها جديد نتاعي في الوقت نتاعها. بصح ما تنساش تاكد انها تضغط على زر الجرس على الكل باش يوصلوها الاشعارات نتاعي في الوقت نتاعهم. مع السلامه مع فيديو اخر ان شاء الله.